تقي الدين أحمد بن علي المقريزي واحد من أهم المؤرخين في تاريخنا الإسلامي كله. المقريزي اتولد وعاش ومات هنا في القاهرة أيام حكم المماليك من حوالي 600 سنة، تقريباً من 1356 لحد 1441 ميلادي. كان عالم كبير ودرس علوم كتيرة، بس حبه وشغفه بالتاريخ كان الأهم. اشتغل وظائف حكومية مهمة زي كاتب وقاضي ومحتسب، بس ساب كل ده عشان يتفرغ لكتابة تاريخ مصر. كتب مؤلفات ضخمة وقيمة جدا، أهمها عن تاريخ مصر والقاهرة بالتفصيل. من أشهر كتبه الخطط المقريزية اللي بتوصف القاهرة ومبانيها وشوارعها، وكتاب السلوك اللي بيحكي تاريخ الأيوبيين والمماليك. عشان كده كتاباته دي لسه النهاردة مرجع أساسي لكل الباحثين والمؤرخين اللي بيدرسوا تاريخ مصر.